المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إجراء تقييم للعملية التعليمية في إقليم جنوب البحر الأحمر، إحياء اليوم العالمي للملاريا على مستوى الإقليم الأوسط، حملات تنموية واسعة النطاق في حينبة بمشاركة مجتمعية كبيرة، أردوغان والسوداني يوقعان اتفاق إطار استراتيجي، بولندا تفتح الباب لنشر أسلحة نووية على أراضيها وروسيا ترد، الرئيس الإيراني في باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية. أهلا بكم مشاهدينا. عقد اجتماع في إقليم جنوب البحر الأحمر في 20 من أبريل الجاري لتقييم نقاط القوة والضعف في ضمان جودة التعليم الابتدائي في عصب. وفي التقييم الذي حضره ممثلون عن المكتب المركزي لوزارة التعليم وفرع التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر ومديري الوحدات والمديريات والمدارس الابتدائية، أوضح ممثل دائرة التعليم العام أبراهام رؤوسهم أن الهدف من التقييم من حيث نقاط الضعف والقوة في عملية التعليم والتعلم، ودعا إلى العمل على تعزيز مراقبة ودور أولياء الأمور. وقال رئيس قسم تقييم الأداء التربوي بوزارة التعليم السيد تكي كداني ومديرة فرع التقييم والامتحانات الوطنية الدكتورة حليمة محمد في التقرير الذي قدمه أن البحث اقتصر على المرحلة الابتدائية، وذكر بضرورة العمل الجاد لمعالجة نقاط الضعف في مادة الرياضيات وتعزيز اهتمام الطلاب. في الختام حث المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية بالإقليم السيد محمد علي سيرو على تعزيز دور جميع الجهات المعنية والمجتمع في الجهود المبذولة لضمان جودة التعليم. تم الاحتفال باليوم العالمي للملاريا في 22 من أبريل الجاري على مستوى الإقليم الأوسط في منطقة سعادة كريستيان بمديرية بريق تحت شعار نعزز كفاحنا ضد مرض الملاريا. كما تم عرض التحديات والمخاوف ومناقشتها خلال تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية على مستوى الإقليم والمديريات. وقال رئيس دائرة مكافحة الملاريا في وزارة الصحة السيد كبراب تسفى ميكيل أن نسبة الإصابة بالملاريا انخفضت إلى 0.8% عام 2023 مقارنة ب 0.4% عام 2018، أي قبل 4 سنوات، وذلك من خلال الجهود والإجراءات المتخذة لضمان نظافة البيئة وتوزيع العينات. وأضاف أنه يجري إعداد خطة للقضاء عليها. وقال مدير مديرية بريخ السيد تسفو فساتون أن حالات الإصابة بمرض الملاريا قد انخفضت في المديرية نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة مع الشركاء. وتم في الاحتفال باليوم العالمي للملاريا للمرة 17 على مستوى العالم و16 على المستوى الوطني. سيعقد أسبوع الكتاب الثالث الذي ينظمه فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مدينة كرن خلال الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الجاري لتعزيز ثقافة القراءة. وقالت رئيسة قسم المشاريع في الفرع السيدة شاملة قبركدان لوكالة الأنباء الإريترية أن البرنامج يهدف إلى غرس ثقافة القراءة في المجتمع بشكل عام والأطفال والشباب بشكل خاص وتعريف القراء بالكتب المكتوبة. وقالت أن الأسبوع سيتضمن ندوات وحملات وورش عمل تركز على أهمية أسبوع الكتاب وثقافة القراءة. وقالت أنه بناء على الخبرة المكتسبة من العامين الماضيين تم وضع إجراءات تمهيدية لاستيعاب كثافة الزوار. وأضافت أن أكثر من 30 مؤلفا سجلوا أسماءهم بالفعل للترويج لكتبهم في المعرض، مضيفة أنه سيتم تخفيض أسعار الكتب بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%. وقالت أن دور ومساهمة المجتمع بأكمله أمر بالغ الأهمية في تعزيز ثقافة القراءة، وحثت الجهات المعنية بشكل عام ووزارة التعليم بشكل خاص على زيادة تعاونهم للدفع بمثل هذه الأنشطة. نظم في 20 و 21 من أبريل الجاري
سمينار أكاديمي لتعليم اللغة الإنجليزية. وقال الأستاذ بيانة أسفاي رئيس مكتب التعليم في المديرية أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تحسين نقاط الضعف لدى الطلاب من الصف الثاني إلى الخامس من خلال تعديل أساليب التدريس. من جانبهم أكد المدربون الذاكرين أهمية الموضوع، أكدوا أنه يتوقع من المتدربين نقل المعرفة التي اكتسبوها إلى زملائهم والعمل عليها بشكل صحيح عند عودتهم إلى أماكن عملهم. وأشار المشاركون إلى أن تأثير الدورات التدريبية على عملية التعليم والتعلم لا يمكن الاستهانة بها، وأوصوا بإجراء تدريبات مماثلة في بداية العام الدراسي بدلا من منتصف العام. نظم في مديرية قلعلو أسبوع رياضي ثقافي للطلاب بمشاركة 26 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية. تضمن الأسبوع الذي امتد من 19 إلى 21 من أبريل الجاري مسابقات في كرة القدم وألعاب القوى والمعلومات العامة، ومسابقات فن في الخطابة والمناظرة، بالإضافة إلى معارض الصور والرقصات الشعبية وغيرها من الأنشطة. وقال رئيس وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بالمديرية الأستاذ علي نور أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الأكاديمية السنوية، وقال أنها تتوسع وتتطور عاما بعد آخر. وأوضح الأستاذ عمر رئيس مكتب التعليم في المديرية أهمية الأسبوع وفوائده، وقال إن البرامج المقدمة على شكل مسابقات ساعدت الطلاب على التعرف على مواهبهم وميولهم، شاكرا الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج. وقال مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم أن روح المنافسة بين الطلاب كانت انعكاسا لأداء المدارس، مؤكدا جاهزية إدارته لتقديم كل ما في وسعها. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين على المستويين الفردي والجماعي. تشهد ضاحية حينبا في مديرية عد قيح بالإقليم الجنوبي أعمالا تنموية فعالة في الحفاظ على المياه والتربة وصيانة الطرق بمشاركة جماهيرية واسعة. وذكر السيد كستي الرفيع رئيس نقطة حينبا في مكتب الزراعة بالمديرية أنه تم في إطار البرنامج الجاري منذ شهر يناير والعمل 6 أيام في الأسبوع تم تمهيد 350 هكتار من الأراضي الزراعية وحرثها. وقال مدير الضاحية السيد جمال محمد شفا أن سكان قرى هدامو وحشملين علاي وتحتاي وحمرتي وحينبا يشاركون في البرنامج بقوة، مدركين لأهميته الكبيرة في حياتهم. ويبلغ عدد سكان ضاحية حينبا أكثر من 1400 نسمة وتتكون من 5 قرى. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع العراق ستشكل خارطة طريق قوية ونقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين. وفي حين أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني عن توقيع اتفاق إطار استراتيجي بين البلدين، وأوضح أردوغان أن الطرفان بحثا الخطوات التي يمكن القيام بها بشكل مشترك بشأن حزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أن الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب من بين أهم البنود المطروحة على جدول الأعمال. وذكر في هذا السياق أو ذكر كافة الأطراف المعنية بضرورة تجنب الخطوات التي من شأنها التصعيد. وكذا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني في بغداد أن إقامة الدولة الفلسطينية يمثل مفتاح السلام في الشرق الأوسط. وقد وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية هي الأولى له إلى العراق منذ عام 2011. أكد الرئيس البولندي أندريه دودا استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها إذا قرر حلف شمال الأطلسي الناتو تعزيز جبهته الشرقية، وهو ما رد عليه الكرملين بأن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تم نشر تلك الأسلحة. وقال دودا في مقابلة صحفية أنه إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية للناتو فنحن مستعدون للقيام بذلك. وجاء حديث دودا لوسائل إعلام بولندية
الماضية عقب زيارته نيويورك، حيث عقد لقاءات في مقر الأمم المتحدة وبحث تطورات الحرب في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وردا على هذه التصريحات، أكد الكرملين اليوم أن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها إذا نشرت وارسو أسلحة نووية على أراضيها. أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد لتعزيز التعاون التجاري والدبلوماسي بين البلدين وفق بيانات رسمية. وتأتي زيارة رئيسي إلى إسلام آباد بعد توتر وضربات متبادلة عبر الحدود في يناير الماضي على خلفية عمليات نفذتها جماعات مسلحة في المناطق الحدودية مع باكستان. وبعد مفاوضات استمرت لعدة أيام، توصل البلدان إلى اتفاقية لخفض التوتر بينهما، وتعهدا بعدم السماح للإرهاب بتهديد العلاقات بينهما. وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الثنائي تناقشا حول تعزيز العلاقات الثنائية وتحديدا في مجال التجارة والاتصالات، واتفقا على أهمية الجهود المشتركة من قبل البلدين لمكافحة الإرهاب. قالت البحرية الماليزية في بيان أن 10 أشخاص لغوا حتفهم بعد تصادم طائرتين مروحيتين في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية. وأضافت أن جميع الأشخاص ال10 كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية. وقالت البحرية تم تأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم. وبدا أن إحدى المروحيات احتكت بشفرات الدوار الخارجي لمروحية أخرى، مما تسبب بخروجهما عن السيطرة وسقوطهما إلى أن تحطمتا في مكان غير ظاهر بالفيديو. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. أحياء اليوم العالمي للملاريا على مستوى الإقليم الأوسط. حملات تنموية واسعة النطاق في إدارة حينبا بمشاركة مجتمعية كبيرة. أردوغان والسوداني يوقعان اتفاق إطار استراتيجي. بولندا تفتح الباب لنشر أسلحة نووية على أراضيها وروسيا ترد. والرئيس الإيراني في باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.